يوم جديد ووجبة صحية جديدة، بس النهاردة وجبتنا مختلفة تماما، مليانة بروتين. مش بس في الفراخ، لا وكمان في السلطة. السلطة دي رائعة يا جماعة، وهنعمل الفراخ بطريقة جوسي جدا زي ما بيقولوا كده. يلا بينا نبدأ. في البداية معايا فصين من صدور الفراخ، غسلاهم كويس قوي ومصفيهم من ميتهم. همسك بقى صدر الفرخة كده، اشيل الحتة الفليتو اللي من ورا، وهقسم صدر الفرخة على 2. طبعا انتوا لو جايبينها يعني مخليه متقطعه كده لوحدها ما فيش مشكله، بس بصراحه لما بنجيبها من عند الراجل بتاع الفراخ متقطعه بيكون مقطعها رفيع قوي فبتنشف. فانتوا افضل حاجه اشتروها فص على بعضه كده، واقسموا الفص على 2. بعد ما تشيلوا حته الفليتو فكده الفص هيطلع لكم 3 قطع. تعملوا ايه بقى؟ بتشرحوه طول وعرض زي ما انا بعمله. بعد ما تقسموه على 2 تشرحوه طول وعرض، هيطلع لكم شبه المربعات كده شويه. طبعا مش بنفصله للاخر، يعني دوم تشريح بسيط كده. هجيب بقى نص راس توم وقرن فلفل احمر رومي، هضيف لهم الملح ده دايما حسب الرغبه. فلفل اسود استخدمت معلقه صغيره، عايزين تزودوا او تقللوا براحتكم. وعصير ليمونه كامله. طبعا الفلفل ده لما هيتفرم هيبدا ينزل الميه بتاعته مع عصير الليمون والملح، فكده هننعم التوم تماما. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، ناعم جدا، وهو ده اللي انا عايزاه. همسك بقى الفراخ بتاعتي، هبدا اتبلها. طبعا الشقوق اللي احنا عملناها البسيطة دي هتدينا مساحة ان احنا نعرف ندخل جواها التتبيلة، فالفراخ تشرب من التتبيلة حلوة قوي. نركنها على جنب بقى شوية، ويا سلام انتوا ايه لو تبلتوها قبلها بليلة ولا حاجة كان هتبقى افضل كتير. بس انا اشتغلت على طول على فكرة. باقي التتبيلة في الكبة هقول لكم هنستخدمها امتى. يلا بينا بقى نبدأ السلطة بتاعتنا. اول حاجة بصلاية متوسطة كده هقطعها مكعبات متوسطة، لا هي صغيرة قوي زي ما بنقطعها مثلا على سلطة التونة، بحب اقطعها صغير قوي، لا دي اكبر ومش كبيرة قوي برضو. ضفت لها معلقة من خل التفاح، بس انتوا ممكن تبدلوه بخل عادي. ملح وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة من المستردة او اللي هو معجون الخردل، عشان في الدول العربية بيقولوا عليه معجون الخردل. وعصير ليمونة. وهبدأ اقلبهم كلهم مع بعض. دي اول خطوة انا بعملها ليه؟ علشان البصل يعني يروح منه الطعم القوي ده، يبقى حنين علينا كده يعني. نقلتهم بقى ببوله صغيره، وفي البوله الكبيره نزلت بكوبايه حمص شامي مسلوق. انا دايما علشان طبعا هو بياخد وقت، فانا بعمل كميه، بسلق كميه وبحطها في الفريزر، اطلع على طول على الاستخدام. قطعت كمان خيارتين مكعبات متوسطه، ضفتهم للحمص. ومعايا بقى شويه من الخس ده بلدي مش الخس الكابوتشي، لان الخس الكابوتشي ده اول ما بيتحط عليه شويه ملح بيدبل ويبقى يعني حاجه كده، انتوا عارفين بيبقى شكله عامل ازاي. فاستخدموا الخس البلدي، بيستحمل شويه حتى لو اتحط عليه الملح مفيش مشكله. بنستخدم طبعا العيدان اللي من جوه مش الورق. قطعت كمان طماطمتين بس مكعبات كبيره شويه. ضفت شويه من الذره الحلوه وشويه من الرمان بما انه اوان الرمان يعني. اي حاجه بقى مش متاحه عندكم استغنوا عنها مفيش مشكله. كمان ضفت فلفل رومي اخضر. واخر حاجه بحطها بقى كان خلاص البصل كمان نزل ميته وهدي كده، تاكلوه مش حامي ولا حاجه. ده اخر حاجه بنزل بيها. هنضيف بقى رشه من زيت الزيتون، وممكن تستغنوا عن الزيت خالص، يعني احيانا بعمل السلطه دي من غير زيوت، بكون عايزاها من غير دهون خالص. بس طبعا زيت الزيتون بيدي طعم. قلبنا كله وبكده السلطه بقت جاهزه. نرجع بقى مرة تانية للفراخ بتاعتنا. طاسة هنرفعها على النار، وهننزل بمعلقة من السمنة البلدي. وأنا شايفة إن السمنة البلدي دي أصح حاجة، أصح من الزيت، بس انتوا ممكن تبدلوها بزيت زيتون مفيش مشكلة. السمنة تسخن كويس قوي، أنا يا دوب استخدمت معلقة من اللي هم ملو معلقة الشاي يعني، مش كتير. أول ما سخنت جامد هنزل بالفراخ بقى، أديلها صدمة، وطبعا بتكون النار عالية علشان الفراخ يعني ما تنزلش مية. لما بتتحمر من اول ناحية هقلبها على الناحية التانية اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص اتحمرت كده من الجهتين. النار عالية خدوا بالكم، يعني احنا لسه النار عالية. شلت حتة كده وبعدين يعني رفعتها فوق الباقيين، وهنزل بباقي الخلطة اللي في الكبة اللي قلت لكم عليهم. يا دوب بس ريحة التوم تهل كده، ضفت عصير برتقانية، كان عندي برتقانية كبيرة كده اخدت العصير بتاعها. مفيش عصير برتقان استبدلوه بعصير ليمونية مفيش مشكلة، وشوية مية مثلا. بس هي عصير البرتقانة مسكرة شوية فبتديكوا طعم حلو قوي. هدوا النار بقى، خليها متوسطة، وسيبوا الفراخ تشرب من التتبيلة كده وتستوي، تكمل التسوية بتاعتها. يعني تاخد 5 دقايق تقريبا، لان طبعا الصدور انتوا عارفين ما بتاخدش وقت خالص في التسوية.
يلا بينا بقى نجهز الطبق بتاعنا. 4 معالق من الرز البسمتي المسلوق بدون دهون ولا حاجة، معاهم بقى طبق سلطة حلو مليان بروتين، طبعا الحمص ده مليان بروتين، وقطعة فراخ بجد تحفة. انا بقى عن نفسي اكلته من غير رز لان السلطة دي مشبعة جدا، عايزة اقول لكم بجد مشبعة، يعني مش مجرد سلطة عادية. وكده خلصنا وصفتنا النهارده وبالهنا والشفا. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش بقى اللايك والشير، واكتبوا لي كده تعليقات حلوة كتيرة، عرفوني محتاجين نعمل ايه الفترة اللي جاية. باي باي.